المره دي واقفه جنب الديب فريزر وباينه قوي انا قصدي ايه. بصوا بقى، لما نتكلم عن حد محترم واخلاق وحاجته نظيفه وحاجته كلها حلوه وبيعمل اللي انا طالباه زي ما هو بالظبط، ما بيفتكسي، يبقى مش هتلاقي اي جروب احسن من جروب ساره اللي انا هحط لكم كل لينكاته دلوقتي. عايزه توضبي اكل، عايزه تعملي اكل على التسويه، عايزه اكل متسوي، عايزه تقوير محشي، تقشير بصل، حتى تقشير البصل هتعملوا لك، حتى الخضره تقطعها لك بتاعه المحشي وتكيسها لك وبتغسلها وقشطه وعلى ضمانتي، لان انا نفسي انا باخد كل حاجه من عندها. ده البصل، بصوا حطه في طبق، بصوا الجمال. ده البصل اهو، ده البصل بيبقى متقطع، بتحط عليه طبعا كل حاجه هتلاقيه اكنه لسه طازه. كل ما عليكي وانت بتعملي طبختك هتقطعي الحته وتحطيها، ريحته بتطلع بره الكيس، فحمايه مع كل كيس. انا اول ما بتجيبولي هي طبعا احنا لسه جايبينه، فحم ونقفل، فحم ونقفل، وهكذا، ومش هتلاقي ان شاء الله اي حاجه تماما اساسا يعني. طيب الفلفل الاحمر اللي انا لما باجي اقطعه عشان اعمل حاجه اسمها شطيطه، او انتوا بتعملوها اسمها ايه، هريسه. طيب ده اعمله ازاي؟ هعمله، هي بتقطعه لي، ربنا يبارك فيها يا رب، وتلبس جوانتي وتعمله وتقطعه لي وتفرموا لي وتجيبوا لي، وانا هنا احطه على النار واعمل الهريسه بكل هدوء. حتى الثوم انا ما عنديش وقت افصص، انا واحده بشتغل، وحتى لو ما بتشتغليش ولادك محتاجين لك تقعدي معاهم فتره تعملي الاكل ما ياخدش في ايدك 5 دقائق. انا لو جالي حد ما فيش 5 دقائق في المطبخ حرفيا بيبقى كل حاجه جاهزه. على فكره هنا دلوقتي هحط لكم كل صور الاكل اللي هي بتعملها على قد ما اقدر. انا عايزه اقول حاجه، انا ما تعتبروهوش اعلان، لان انا بعمله من جوايا بحب، والله ما اعلان، انا بحب والله. انا لوحدي اللي قررت اعلن عن حاجه، وحد مجتهد وكويس، واسالوها في الكلام ده. ده بالنسبه لي ده هديه مني ليها، لانها تستاهل ان حد يقف جنبها وحد يدعمها وحد ينشر اللي هي بتعمله. وده التوم انا باخده وبفرمه بس. طب ليه ما بجيبهولكيش مفروم؟ عشان ما يفقدش الزيوت بتاعته، لما اجي اعمل بيه ملوخيه تبقى طشه الملوخيه احلى طشه في الدنيا. دي الخضره، دي اكياس صلصه الطماطم اهي، دول كيسين طبعا لازقوا عندي في الديب فريزر، طلعتهم لكم عشان اوريهم لكم. انا كده وريت لكم تقريبا معظم الحاجات اللي هي بتعملها. بط تغسلها لك وتنضفها لك وتعملها لك، ممبار، محشي، اي احلمي وهي تعمل لك اللي انت عايزاه. لما الاقي واحده بتشتغل وبتعمل اللي عليها علشان الحياه تمشي، يبقى لازم كلنا نقف جنبها، وبالذات الستات اللي بتشتغل من البيت يستاهلوا بجد ان احنا كلنا نساهم. وبقول على ضمانتي الشخصيه، دي الحاجات دي عاملاها لي انا، والله انا بحلف والله هي ما تعرف ان انا هعمل الفيديو ده هديه مني ليك يا ساره. ساره ساكنه في حلوان، نتصل بيها على الرقم اللي انا هحطه لكم في الفيديو. والاكل بتاعها انتوا شايفين نظافته الله اكبر، وعلى فكره انا عارفاها معرفه شخصيه، فنظافتها انا اضمنها لكم، مفيش حاجه بتعملها وحشه. طب انا الممبار بحب اعمله بطريقه معينه، ما بحبش حد يعمله لي، قولي لها الطريقه. زي ما انا البصل كان ليا طريقتي فيه، الصلصه انا اللي كنت بصصها لنفسي العمر كله، انا لسه متعامله معاها تقريبا من سنه ونص كده. فقلت لها الطريقه بتاعتي، اول ما لقيتها بتعملها قلت طب انا مستنيه ايه اصلا يعني، هي عملت لي كل اللي نفسي فيه. طريقه تخزين البصل بتاعتي تطلعيه اكنك لسه حالا بشراها. واتحدى انا اساسا لما حد بيجي ياكل من ايدي الناس كلها الله اكبر ده نعمه من ربنا سبحانه وتعالى، يقول لي بجد نفسك تحفه، والاكل معايا ما بياخدش 5 دقايق. اي حد بيجي لي الحمد لله نعمه من ربنا سبحانه وتعالى، بياخد واجبه وما بخلص، ما بوقفش ولا بهدل نفسي ولا مرمط نفسي ولا تبقى ريحتي اي حاجه. انا عايزه اقول حاجه، وقبل ما اعرف ساره انا كنت بعمل يومين في الشهر ابقى واقفه رابطه راسي طبعا ولابسه جلابيه نظيفه تماما ما فيهاش شعرايه، واخش على المطبخ اكيس كل الكلام ده واحطه عندي في الفريزر او في الثلاجه او في الفريزر الصغير قصدي اللي فوق الثلاجه، علشان طول الشهر برضو ارتاح. فده انا كده كنت بعمله. الموضوع متعب، وساره ربنا يديها الخير كله يا رب، ريحتني شويه ده حقيقي، فانا بتمنى لها كل الخير من كل قلبي. مع الف الف سلامه وبالتوفيق يا قلبي، وانا عرضت لكم كل الاكل وفي صور هتنزل على الفيديو. باي.